مش عارف بجد هل اقدر اعمل حاجه زي كده ولا لا، بس انا قررت اجري اول 5 كيلو في حياتي في خلال 4 ايام تدريب بس. هل اقدر اعمل حاجه زي كده ولا لا؟ القصه كلها بدات لما كنت قاعد بتفرج على فيديو للاستاذ احمد ابو زيد. اسمها دي كلمه وقفتني. ورط نفسك، ده الحل في كلمتين. ورط نفسك. قال لك ورط نفسك، وانا قررت فعلا اورط نفسي. قررت اني اجري اول 5 كيلو في حياتي خلال 4 ايام تدريب بس. هل اقدر ابقى مستعد ولا لا؟ القصه كلها اني بقالي فتره مثلا كنت قاعد بفكر، كنت عايز اخش تحديات مع نفسي، فانا قررت اني اجري اول 5 كيلو. قعدوا يقولوا انها مفيده للعقليه بتاعتك، بتخليك منضبط بقى وفاهم جامد والكلام ده. بس الصراحه كنت على طول بسمع فيديوهات ديفيد جونجن بيقول لك والله ستي هارد ستي هارد. فانا قلت اجرب اول اجري 5 كيلو. فقعدت ادور على اي ايفنت قريب، فاكتشفت ان الايفنت فاضل عليه 4 ايام وانا اصلا مش متجهز. ترى اخش ولا ما اخشش، اخش ولا ما اخشش. فقررت اخش اسجل وسجلت الحمد لله. في اللحظه دي قررت اخش اتعلم هل اقدر اجري فعلا 5 كيلو خلال 4 ايام ولا لا. وانا قاعد بكتشف اتصدمت بجد، طلع الموضوع اكبر مما اتخيل. كنت قاعد بدور على المدونات والكلام دوت ازاي اقدر استعد ل5 كيلو خلال 4 ايام وكده، واكتشفت ان الموضوع محتاج وقت اكبر. اقل حاجه تدريب 5 اسابيع. انت متخيل 5 اسابيع وانا فاضل لي 4 ايام بس؟ هل ابقى مستعده ولا لا للرحله دي؟ قسمت مراحل التعليم بتاعتي الى 4 حاجات. اول حاجه الاسترتشات اللي قبل التمرين وبعد التمرين، عشان طلعت ده عامل مهم جدا وهيأثر على طريقه جريك يعني وكده عشان ما يجيلكش اصابات. تاني حاجه طريقه التنفس، ازاي الواحد يقدر يتنفس ولا لا. تالت حاجه ازاي الواحد يجري صح، لازم يظبط ايده ازاي، يجري ازاي. ورابع حاجه لازم اعمل بلان كويسه للجري بتاعتي علشان تبقى مناسبه ليا، اقدر اخلي جسمي يستعد لحاجه زي كده. فبعد ما قررت وعملت البلان بتاعتي قررت ابدا اول يوم. كنت الصراحه مش عايز انزل في الشارع، اللي هو مش حاسس اني أنا مستعد دلوقتي للشارع. الصراحه بدات الاول دخلت الجيم وعملت استرتشات في الاول طبعا، بحيث ان الواحد يقدر يجهز جسمه. فقلت طلعت على التريد ميل، عايز قلبي يستعد مثلا وجسمي يستعد ان ايه امسك الطريق والكلام ده. واكتشفت ان التريد ميل حاجه والجري في الواقع حاجه تاني خالص. وجربت الصراحه وطلعت اكتر من نص ساعه، وبعد كده بعد ما خلصت نزلت عملت استرتشات تاني بحيث ان جسمي يهدى وما يحصلوش اصابات. اليوم التاني انا ابتديت فعلا احس اني لا انا عايز انزل الشارع واجرب. فابتديت انزل، جربت انزل الشارع، جهزت نفسي ولبست. طبعا اهم حاجه الاسترتشات بتاعتي. وبعد ما تخلص الاسترتشات لازم تبدا على خفيف. بدات على خفيف وقعدت اجري اجري اجري. فقط لقيت جسمي بيقول لي اذا انت قادر. هل ده يا ترى حماس البدايات ولا جسمي فعلا استعد لحاجه زي كده؟ اكيد طبعا نسبه كبيره جدا حماس البدايات. قصر محمد علي. انا بص يعني الجري ده خليك تكتشف حاجات انت مش متخيل انك تكتشفها. قصر محمد علي. ساعتها قررت انزل وجريت. طلعت اكتشفت الصدمه اللي بعد ما خلصت اني جريت 5 كيلو. انا بجد مش مصدق. اي نعم في معظمها هروله مش جري وفي منها مشي، بس جريت فعلا 5 كيلو. اللي هو ايه ده، انا خلصت اصلا قبل التحدي. لو انا حطيت لنفسي 4 ايام والكلام ده قلت 2 كيلو اليوم ده المفروض، خلصت في 4 تحديات. الواحد ياخد عادة من الموضوع ده ان الواحد لما بيجي يخرج من الكومفورت زون بتاعته بتقدر تغير طريقه تفكيرك وجسمي بقى مستعد فاهم. واليوم التالت الصراحه قلت اخدها مشي خفيف كده هو بحيث ان جسمي خلاص هو يستعد بقى والكلام ده، عشان يوم الرابع بقى اجري مبقاش فيه اصابات او حاجه ويبقى هديك على جسمي. اليوم الرابع وده اللحظه الحاسمه بجد، كان يعني الايفنت موجود في العالمين. فركبنا الاتوبيسات خلاص الحمد لله وطلعنا خلاص. كان فاضل نص ساعه وبعد كده استعدينا وصلنا عند خط البدايه، اللي هو خلاص حسنك بيقول لك انت خلاص حطيت نفسك في الامر الواقع لازم تبدا. الحمد لله بدات وجه الحمد لله بقت سهله جدا. اول كيلو 2 كيلو. مش بقول لكم الجري بيخليك تكتشف حاجات؟ بصوا الفيو. 3 كيلو خلاص بموت بس لازم الواحد يكمل. ستي هارد. 4 كيلو دن. ستي هارد. 5 كيلو دن. اللي هو اخيرا عملت التحدي، وخلال بالظبط يعتبر 3 ايام تدريب جريت اول 5 كيلو. بجد جريتها ما وقفتش ما هرولتش، هو جري على خفيف شويه جري على تقيل بس جريتها وكس. فلازم يقول لك الواحد من فتره لفتره لازم يخرج من الكومفورت زون بتاعته، ما يبقاش هو على طول انا مش قادر اعمل حاجه زي كده يبقى خلاص انا مش هعملها. لا لازم تحط في دماغك لازم تورط نفسك علشان تحقق الحاجات اللي انت عايزها. هو يعتبر ده مش الحاجه اللي انا الواو اللي انا عايزها، بس هو اشبه اللي هو انا خرجت من الكومفورت زون بتاعتي. انا ما كنتش عايز اجري فجريت، سبت ذاتي اللي انا عايزها، سبت ال5 كيلو
لو انت في ناس تشوف ال5 كيلو ده حاجه سهله جدا، بس انا شايفها بالنسبه لي هو تحدي كبير، قدرت اواجهه، قدرت اكسبه. هو الواحد لازم يتعلم من الحاجات دهيت، انه لازم يخرج على طول من الكومفورت زون بتاعته، ما يبقاش في وضع الراحه بتاعته، ما يبقاش على طول مش مورط نفسه. لازم تورط نفسك، تتعرف على ناس جديده، تنزل تعمل تحديات اصلا انت مش متخيل انك تقدر تعملها. وده بس كان مجرد البداية. لو وصلت هنا اهوت ابقى عرفني ايه ممكن التحدي اللي اقدر اخشه تاني، هل استعد ل10 كيلو ولا اخش حاجات تاني. واستنونا فيديوهات جديدة احسن واحسن، وفي تطور باذن الله يوم عن يوم.